خلي بالكم دلوقتي ان في بعض الاعلاميين المصريين اللي بيطلعوا في التلفزيون قدامنا بيحاولوا يستنفروا خلي بالكم من الكلمه دي، يستنفروا فريق اتحاد العاصمه قدام الزمالك. ازاي بقى؟ يطلعوا يقول لك ايه؟ ان فريق اتحاد العاصمه دوت فريق تعبان جدا، سواء خط هجوم وخط دفاع وخط الوسط، فريق مش موجود. المفروض يا الزمالك كنت المفروض تكسبه هناك، ازاي ما كسبتوش هناك؟ يقول لك كده، ويحاولوا يستنفروا فريق اتحاد العاصمه عشان لما يجي هنا يعمل قدامك ماتش قوي. والمشكله ان الاعلاميين دول اصلا يعني الفتره اللي فاتت دي كلها بيقللوا من الزمالك وبيحاولوا يستفزوا جمهور الزمالك في كل حاجه. فانت دلوقتي جاي انك بتعمل بقى ايه فيها المحارب والمدافع عن الزمالك، وازاي الزمالك ما كسبتش هناك وانت فريق اقوى منه، ده انت فريق اقوى منه، ده فريق تعبان، ده فريق. الفيديوهات دي بتتاخد ويشوفوها هناك في الجزائر، فيجوا لك هنا ريال مدريد قدامك. ريال مدريد اللي هو اصلا تعبان، اللي كان تعبان يعني اللي واحد مثلا تعبان امكانياته على قده عادي، ما كله فريق كل واحد في خط هجومه كويس او خط دفاعه كويس او خط وسطه مش قد كده، زي الزمالك خط هجومه مش عارف ايه، كل فريق فيه الكويس وفيه الوحش. فانت الفيديوهات دي لما بتوصل يا معلم الروح بتشحن، بيستنفروا العيال دي، بيجوا هنا في مصر بيتقلبوا من فريق ايه ريال مدريد قدامك، ريال مدريد قدامك. فخلي بالكم يا جماعه من الحاجات ديت بيشوفوها هناك الاعلام وبيحاولوا يشدوا بيها، بيستنفروا الروح، بيلعبوا على حته الروح بقى حته مع فريق اتحاد العاصمه، انت لازم تكسب الزمالك هناك واحنا هنكسبهم هناك والكلام ده كله. فللاسف دي اللعبه بتتلعب على الزمالك. خلوا بالكم من دي قوي لانكم يعني اكيد شفتوها او هتشوفوها. السلام عليكم.